الناس بقى اللي هو ايه والحاله وماتت وبتاع وهاتوا لنا الدكتور اللي مش عارف ايه، فاهم انت ازاي؟ وانا قاعد بكتب نسا، فاهم؟ فانت متخيل يعني قلت لا خلاص انا كده ايه هكتب اطفال. فعايز اقول لك في الاول كانت الناس بتيجي تقول لي ايه انت ازاي مش كاتب مضاد؟ امال الواد هيخف ازاي؟ المفروض يعني اول حاجه الواد سخن وبيكح وبتاع، ما تكتب له مضاد يعني. تمام. بس وكانت الناس بتسيبني كتير بسبب القصه دي. فكنت صيدله وحاربت عشان صيدله وكتبت صيدله وجات لي صيدله وسبت البيت بعيد عن والدي ووالدتي عشان انفذ الكلام رغبتهم. لكن في الاخر لا يعني والدتي قالت لي هديك 1000 جنيه وحول ورا كل بلطو ابيض قصه وحكايه طويله، ورا كل نجاح مشوار طويل مش بيتقاس بس بعدد سنين الدراسه، لكن بحجم التحديات وعمق الانسانيه وقوه الاصرار. النهارده في بودكاست حكيم على السوشيال برعايه شركه كور فارم بنرحب بوجود الدكتور عبد الرحيم لكلوك، استشاري طب الاطفال وحديث الولاده. اهلا وسهلا دكتور ابراهيم بحضرتك. ازيك يا دكتور؟ ازي حضرتك؟ عامل ايه؟ ربنا يخليك، منوره النهارده. تسلم، ربنا يبارك في حضرتك. ربنا يكرمك. دكتور ابراهيم، في البدايه خلينا نتعرف على حضرتك بطريقتك. طريقه ولا حاجه، عبد الرحيم لكلوك استشاري اطفال حديث الولاده، مش اكتر من كده يعني، الدنيا بسيطه. دكتور ابراهيم، خلينا نعرف من حضرتك امتى اول مره حضرتك حسيت انك انت تبقى فيها دكتور؟ اول مره؟ لا، ما هو من صغرنا بقى اللي هو احنا على الباب دكتور عبد الرحيم لكلوك والقصه دي من ايام الفصل. من ايام ابتدائي يعني. طب اتطور معاك ازاي الموضوع بقى دكتور ابراهيم؟ في الابتدائي انا عامه ما كنتش يعني بذاكر كتير يعني. تمام. بس كنت في الاخر بعرف اجيب، حتى الناس كلها انا دلوعه يعني، انا على 4 بنات ما شاء الله. فاللي هو ايه الواد ده هيطلع فاشل. فاللي هو ما كانوش متوقعين خالص ان ده يطلع دكتور يعني. ما كناش بنختارونا من قدام. وبعد كده انا بدات برضو يعني ابتدائي اعدادي ثانوي، كان كل شويه كده ايه المجاميع بتبقى قليله بتزيد فاللي هو ايه انت اللي احنا كنا بنقول عليك كده. فالحمد لله يعني الدنيا الحمد لله يعني. دكتور ابراهيم، لو رجع بيك الزمن هتختار نفس الطريقه تاني؟ ليه طيب؟ انا عايز اقول لك انا ما كنتش في الطريق ده اصلا يعني، انا ما كنتش في السكه دي يعني، ما كنتش هطلع دكتور اساسا اصلا. طب انا اصلا اول الترشيح جالي صيدله. ده في الاول خالص. صيدله. طب وليه ان انا وسبت البيت 3-4 ايام كده عشان ما يضغطوش عليا، عشان هم كانوا هيضغطوا عليا عشان انا كنت جايب مجموع طبي يعني. بس انا كنت عايز بحب الصيدله اصلا، اللي هو مش حب يعني، بس هو طريق قصير. تمام. وكان يعني بشوف مثلا دايما المندوب الدواء مع العربيه، اول ما اتخرج خد عربيه من الشركه فاهم انت ازاي؟ وفلوس بسرعه بتيجي من اول سنه بعد الدراسه. لكن الطب لا يعني انت بتتخرج وتقعد وتحضر ماجستير وتحضر دكتوراه وتحضر مش عارف، وتقعد سنين كلها بقى تذاكر. فمش حتتي، مش بتاعتي يعني، مش بتاعتي، متخوف من القصه دي خالص يعني. فكنت صيدله وحاربت عشان صيدله وكتبت صيدله وجات لي صيدله وسبت البيت بعيد عن والدي ووالدتي عشان انفذ الكلام رغبتهم. لكن في الاخر لا يعني والدتي قالت لي هديك 1000 جنيه وحول يعني 1000 جنيه على ايامها بقى، ده 2002 بقى ازاي. قالت لي بس خد 500 دلوقتي و500 بعدين. ما شفتش ال 500 الثانيه دي لغايه دلوقتي. ندمان؟ لا خالص. انا والله يعني انا بشكر والدتي الحمد لله على الحمد لله القصه دي لغايه دلوقتي. طيب دكتور ابراهيم، ايه اكتر حاجه واجهت حضرتك في كليه الطب وازاي حضرتك عرفت انك تعدي منها يعني؟ اكتر حاجه واجهتني في الطب اول يوم بشرحها. عارف انت داخل الطب وانت مش حابب اصلا الطب يعني، فاللي هو ايه اول يوم تروح تدخل المشرحه، فالموضوع اللي هو ايه بيقفل يعني. اكيد طبعا. يعني لقيت لك حد فوق كده كان بيبص وقع عليا، اللي هو واحد زميلي يغمى عليه، وده كتير يعني بيحصل. ده انا قلت لحضرتك اغمى عليه، فاللي هو لا مش انا، لا يا باشا احنا رجاله صاحب حاجه. وكملت بعد كده حضرتك في الكليه؟ كملت في الكليه. وانا بدات الكليه في سوهاج، اخدت 3 سنين في سوهاج. انا شرطت عليهم اللي هو انا هحاول طب بس مش هقعد في سوهاج
تمام انا هحول القاهره، تمام. وهم بقى اللي هو ايه يا باشا اللي تقول اللي انت عايزه، يا سلام عايز تدرس في المانيا يلا بينا. بس فاخدت 3 سنين في سواجن، ما كانش ينفع احول في اول سنه، وبعد كده اخدت 3 سنين في عين شمس. انا خريج عين شمس يعني. عين شمس أصلاً. انا خريج عين شمس.